بغض النظر ان كريستيانو رقبته طويله ولازم حد زي المسلوسي طويل زيه يمسكه زي ما سياده المستشار شايف، وبغض النظر ان انا من كبار وعشاق محبي ميسي، وحتى لو يقسموا الناس لاقسام محبي ميسي وكريستيانو ولاعيبه تانية، فاكيد انا من محبي ومشجعي ميسي وشايفه الاعظم في التاريخ. لكن ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيعمله كريستيانو ده؟ يعني ايه اللي حصل النهارده ده؟ لعيب عنده 40 سنه، 38 39 40 سنه، يعمل اللي عمله كريستيانو ده النهارده؟ يلعب 115 دقيقة ويطلع مصاب وهو بيدافع في كورة؟ ايه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ ايه اللياقة دي؟ ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني لعيب ده، احنا عندنا اللعيب بيعدي 30 بنبتدي نتكلم بقى لا لازم تستغله بقى في اوقات من المباراة. يلعب 10 دقايق، يلعب اخر ربع ساعة، ما تنزلوش في اول الماتش. لا، وانت تلعبه قدام فرق معينة وفرق لا، تختار له الماتشات، تختار له الاوقات. انما ايه اللهم صل على النبي اللي بيعمله كريستيانو ده؟ اصغر لاعب بيجري في الملعب، لاعب ولا ال 20 سنه، اسبرنتات، مش مجرد بيلعب 115 دقيقه بس كده لمجرد انه مشارك في المباراه. انا اجزم ان كريستيانو يعني يمكن اكتر واحد جرى في الفرقتين، عدد الكيلوهات اللي جراها كريستيانو، اكتر محاولات مراوغه في المباراه اعتقد هو يعني او يجي تاني او تالت واحد مثلا. لكن يعني كميه مراوغات، كمية جري، تسارع، يعني بيجري من الثبات ويدي سبرنت، كمية سبرنتات، جون اوف سايد، جونين، تركيز طول المباراة. ما شفناهوش حتى وطى كده رقبته مرة بياخد نفسه او حاجة. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، لياقة. ايه اللي بيحصل ده؟ كلمة حق لازم تتقال. لا، لعيب كبير، لعيب اسطورة، وده اللي يتقال عليه اسطورة فعلا. اسطوره، مش اسطوره وهميه زي اللي بنشوفه هنا في بعض الانديه، وتطبيل عمال على بطال، كلام على الفاضي. هو ده اللعيب اللي اتقال عليه اسطوره، هو ده اللعيب البرنس، مش الناس الهجاصه اللي عندنا اللي يقول لك كريستيانو بس شويه عضل وانزل اعمل كده واجري وبتاع. يا جماعه انتوا فين؟ يا جماعه، يا جماعه انتوا بتهبدوا في ايه؟ هي دي الكوره اللي نتفرج عليها بجد. وده يوديني النقطة، وهي إن في حد تقريبا سعودي معرفوش، ولكن تقريبا اسمه وليد فرج أو فراج حاجة كده، اتكلم النهاردة وقال هي دي الديربي. ما حدش يقول لي ديربي أهلي وزمالك. فحد قال له يا عم لا، ديربي الزمالك أهلي وزمالك، مشجع تقريبا، قال له يا عم اقعد على جنب، الديربي بيتحسب بالجمهور وبالنجوم. فهو بيرمي يعني على إننا ما عندناش جمهور وفي نفس الوقت في نجوم في النصر وفي الهلال. طيب، هو كلامك انا ممكن اتفق معاك فنيا على فكرة. يعني هو فعلا النجوم والجمهور عندكم ونسبيا المنافسة عندكم اعلى من الدوري المصري، مفيش مقارنة في اي حاجة، في تصوير، في ملاعب، في كل حاجة، في كل حاجة. حتى دلوقتي بعد ما كريستيانو جه وماني وناس تانية كتير وفابينيو، فدلوقتي كمان المتابعة عندكم بقت اعلى والتسويق بقى على مستوى العالم. ولكن هو في نقطة، هو أنا شايف ليه من فترة ابتدى في سن التكبر من السعوديين عموما، سواء جمهور أو حتى إعلام بتاعهم. مش على مصر أو المصريين، لا، هو حتى على التوانسة، على الجزائر، على يعني هم بيتكلموا على أي حد في المنطقة احنا أفضل وإحنا برانيس يعني وبرنسات وكلام كده. أنا ما عنديش مشكلة يا عم، أنت راجل برنس وربنا يكرمك وبتصرف فلوس، واصرف وربنا يوفقك وهات نجوم وهات لعيبة. ولكن انت لحد اللحظة اللي انت بتتكلم فيها دي، انت تقدر تجزم ان انت لو لعبت فرقة مثلا، اجيب لك ايه، درجة تانية او تالتة في اوروبا مثلا زي مين يعني، اجيب لك، تقدر مثلا لو لعبت روما مثلا، هل تقدر تكسبهم؟ بلاش تكسبهم، هل تقدر تعمل نفس اللي انت بتعمله ده او الاداءات اللي بتأديها مثلا في بطولة عربية وهي في النهاية برضو بطولة ودية؟ هل تقدر تعمل ده؟ ما اعتقدش. طب هل انت ممكن تكون افضل بقى في النجوم بقى وسنهم الصغير من فرقة زي باريس سان جيرمان مثلا؟ باريس سان جيرمان كان بيبقى معاه كل النجوم، ميسي، مبابي، نيمار. يعني حتى احنا من سنتين لو نرجع بالزمن لورا كده سنتين، كانت الناس بتتكلم في التوقيت ده ان باريس فرقة العالم، ده انا هلعب في البلاي ستيشن بباريس، هات باريس واكسب بقى اي حد. كان بيتقال الكلام ده. طيب، على ارض الواقع باريس عملت ايه؟ مش شرط، مش بالنجوم ده وانت في اوروبا. فما بالك انت هنا، انت اللعيبه بتجيلك علشان تريح عندك. خلينا نتكلم بصراحه، كنا بنحب السعوديه وبنحب الدول العربيه مفيش مشكله، ولكن انت اللعيب هنا بيجيلك عشان يريح عندك. كريستيانو، اللي هو كريستيانو اللي ما بيستخسرش ذره مجهود ان هو يبذلها، لعيب برنس وتقيل. وشوف كل اللي انا لسه قايله عليه في اول الفيديو، ضيف عليه بقى ان كريستيانو من 3 و4 و5 سنين وانت نازل، لا، كريستيانو كان ليونة، كان مهارات، كان عدد اهداف،
عدد هاتريك، عدد يعني كريستيانو ده لو يجي لك هنا مثلا من 5 6 سنين، انت في كل ماتش كنت لازم هتلاقي هاتريك. كريستيانو ده ما كانش حد ينفع يديله كتف، ما ينفعش حد يسبقه. شوف هو احسن هنا بالنسبه لمين؟ بالنسبه انت بتلعب هنا ناس يعني عايز تقارن، يعني احسن من محمد شريف؟ اكيد احسن من محمد شريف. فيرمينيو اللي انت جايبه مش احسن من محمد شريف؟ اكيد احسن من محمد شريف. بس هل فيرمينيو وهل ماني وهل بقيه النجوم هيعملوا او هيبقى عندهم نفس الشخصيه بتاعت كريستيانو؟ هل هيبقوا عايزين يبذلوا مجهود ويعملوا كل الكلام ده؟ اللعيب بيجي عندك عشان ياكل كبسه ويريح. انا مش بتريق، انا اقصد ان هو بيجي ياخد فلوس. كريستيانو معلش في الكلمه في اوروبا ما تعرضش عليه سبع او تمن، بلاش فلوس، ما تعرضش عليه اصلا نادي ان هو يشتريه في اوروبا. والانديه كانت زي ما كنا شفنا بروسيا يقول لك لا مش عايزه، مين يقول لك لا مش عايزه. فيرمينيو انت رحت جبته بعد ما ليفربول مشيته. فابينيو كانت كلها سنه ولا بتاعه ليفربول يقول له خلاص امشي، لكن هو قال لك استفيد باي فلوس. يمكن حتى الحد الوحيد يعني ماني مثلا بعد ما راح البايرن برضه نفس الكلام، عشان يبتدي يروح فرقه تانية في اوروبا يبتدي ينزل درجات كتير، وينزل فلوس كتير بالمناسبه يعني. النهارده صلاح اللي انت عايز تجيبه يمكن ده صلاح مثلا يعتبر الصفقه السوبر لحد دلوقتي، ومع ذلك صلاح اخر سنه ونتكلم واقعيا بالارقام نزل. فانت حتى اللعيبه اللي بتجيبها انت مبابي ما عرفتش تجيبه، ميسي ما عرفتش تجيبه. اذا انت قوه الضغط بتاعتك انك تجيب لعيب او تجيب نجم او تجيب هي الفلوس. فاذا لما تيجي تقارن نفسك بالدوري المصري او بالدوري التونسي او باي دوري عموما، قارن بالفلوس. يعني قول انا افضل في الفلوس وانت افضل في النجوم، ما اختلفناش، لان برضو اللعيبه اللي انت بتجيبها لعيبه تقيله. ولكن يعني زي ما قلت انت لما تيجي بقى تتكلم مش على دوري مصري، لما تيجي تتكلم بقى على اهلي، الاهلي معلش في الكلمه انت كان بيلعب ريال مدريد السنه اللي فاتت. ريال مدريد ما فيش فيها مثلا يعني ما اعتقدش ان هم بيدفعوا نفس الفلوس اللي دفعتها السعوديه السنه دي، ولكن انت تقدر تعمل كده مع الريال. الاهلي كان بيلعب الريال ولحد اخر 5 دقايق الاهلي كان فرق جون، وكان بيهدد الريال، وكان ممكن يجيب جون في اي وقت، وكان ممكن يتعادل عادي جدا. الاهلي بيلاعب فرق مستويات عاليه طول الوقت وطول السنين، وما شاء الله يعني مشرف مصر، وما اعتقدش في فرقه في العرب عموما او في افريقيا زي الاهلي. وهنروح بعيد ليه؟ انت من سنتين بس كان لسه الاهلي بيلعب الهلال تقريبا، ومعلش حرفيا وكرويا كان ماسح بالارض وبلاط الملعب او نجيله الملعب طول 90 دقيقه، واربع تجوان دب 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 غير اللي ضاع، واستهزاء طول المباراه. وكان حتى موسيماني بيزعل اللعيبه لا بلاش تستهزئوا وبلاش شغل الكباري وبلاش جو الاستعراض ده. ده الاهلي. وايه كنا بنلعب بالاحتياطي تقريبا او بلعيبه مش في مراكزها من كتر ما اللعيبه المصابه واللعيبه بقى البودله بتاعتهم في مراكزهم مش موجودين. لا كان الاهلي بيلعب بلعيبه مش في مراكزها، كنا عاملين كل ده. انت لما تقارن نفسك بالاهلي ده موضوع تاني خالص. طيب على الزمالك، ما اعتقدش الزمالك برضو يبعد كتير عن الاهلي فنيا حتى لو وحش. الزمالك كان طبعا عارفين الظروف اللي عنده ومفيش قيد ومفيش الكلام ده كله، ولكن هو كان جاي لك وفعليا لو كان عدى في البطوله كان عادي ويكسب اي فرقه عادي جدا الزمالك وهو وحش. فانت لما تقارن نفسك بالدوري المصري، انا معاك. لما تقارن نفسك حتى بدربي الاهلي والزمالك هكون صادق مع نفسي، الاهلي والزمالك في اخر 10 15 سنه مفيش دوري مصري، مفيش دربي، وماتشات تتعدى على الايد اللي كان فيها هجمات وفيها كوره حلوه. ولكن انت حتى في المباراه بتاع النهارده النصر والهلال، انا معلش في الكلمه اللي اللي جت كلها اخطاء دفاعيه ساذجه. مفيش لعيبه بتبيع نفسها كده، مفيش خط دفاع بقى متقدم من نص الملعب واتضرب بكوره كده، مفيش طول الوقت النصر بيدافع بطريقه غريبه، يعني لعيب هو لازم يعمل فاول او اللعيبه التانية تضيع كوره عبيطه جدا. فحتى الكوره الحلوه اللي انت بتضيعها وانت بتضيعها عشان الاندفاع العشوائي تقريبا. انت يعني معلش في الكلمه انت مايل للكره العشوائيه. فحتى انت لو بتلعب فرقه منظمه، اقل فرقه منظمه في اوروبا، او حتى زمالك اللي هو المنظم، الفرقه المنظمه عندنا في مصر، او الاهلي او غيره او بيراميدز، لا انت مش هتعمل اللي انت بتعمله ده. وكلامي ده هيبان في الفتره اللي جايه. كلامي ده انا بقوله ليه؟ بقوله علشان حته التكبر اللي ابتدينا نسمعها في الفتره الاخيره، نغمه التكبر. اللعيبه السعوديه معلش في الكلمه، انا بشوف تدريبات كانتي وبنزيما واقفين وواقف جنبهم لعيبه من الاتحاد، اللعيبه بتعمل التمرينات غلط، تمرينات مقاومه واحمال وكلام زي كده. اللعيبه مش عارفه تتمرن، اللعيبه بتتمرن غلط، اللي يقف على مشط رجله واللي يحرك رجله مش عارف ايه. فانت ما تتكلمش يعني لسه انت في الاحترافيه وفي الكلام ده كله. انت اللعيبه دي انت تاخد منهم وهتتعلم منهم،
على مدار السنين او كام سنه اللي هم قاعدين فيهم. لكن انت تقارن او تقول انا افضل مش بالنجوم، مش بان انت عندك لعيبه اسماء، لا يعني الاسماء دي جايه عندك عشان في فلوس. لكن هل هو هيأدي؟ هل هو في ظل المنافسه مش هيريح منك؟ اذا كان اللعيبه دي ممكن تريح في فرقه في اوروبا. بس وبدون زعل مع احترامي لكل السعوديين والعرب، ولكن هو الموضوع بصراحه ممكن يأفور في الفتره اللي جايه، وانا متوقع ده.